Salut Sarah, ça va? لاباس الحمد لله. كي داير انت؟ واش كلشي اخبارك مزيان؟ لاباس؟ الحمد الحمد لله. لله. الوغ الطرق ديالك اول طرق ديال الاي اي نخليك مع الناس اللي كيتفرجوا. شكرا بزاف في المشاركه في فيستيكونف. شكرا. الوغ السلام عليكم، سميتي سارة العطيف وانا جوجل ديفلوبر اكسبير في داكشي ديال الماشين ليرنينغ. اون غرو اي حاجه عندها علاقه مع الاي اي. وهاد الاونه الاخيره I got interested into business, so قريت بزاف على البيزنس، خديت coaching like business coaching certification على هادشي تاع البيزنس غير باش نفهم البيزنس كيفاش تيخدم وكيفاش نقدروا نخدموا الاي اي ونمغيوهم بجوج باش نخرجوا بشي حاجه اللي ان شاء الله باذن الله مفيده اكثر واكثر للمستخدمين ولينا حنا نيت لي ديفلوبور، الناس اللي في التكنولوجي اللي معظم الاوقات فاش كنجيو اننا نديروا شي برودوي ونبداو شي ستارت اب يا الهي يا الهي دائما تنوحلوا في داكشي ديال البيزنس خصوصا فاش كتجي القضيه الفلوس الفينانس. باش ما نطولش عليكم، انا اليوم ان شاء الله غادي ندوي على كيفاش نقدروا الا بدينا كوم ستاتيو ديال اوتو انتربرونور ولا مثلا سولوبرونور هي السميه الانجليزيه كيفاش نقدروا اننا عوض نبقاو تنعانيو مع البيزنس ديالنا ان نبداو نتمتعوا به، حيت اصلا معظم الناس اللي كيبداو هاد الفينيو ديال اوتو انتربرونور ولا سولوبرونور ما كيكونوش عوالين على داك قوه قوه الدمير اللي خاصهم يديروا باش انهم زعما كاين يوصلوا لداك اللي كنعيطوا ليه حنايا فاينانشال فريدم. يعني ما خصهم يعني ما يبقاوش تيهتموا بالفلوس بين قوسين ولا تجيهم ستريس عليه. واحدة من الأقوال اللي معروفين تيقول لك it takes a village to build a business. اش كتعني أنه خصنا بزاف ديال الناس باش أننا نبني واحد البيزنس. علاش؟ حيت البيزنس ما فيهش مثلا غير هذاك السيرفيس ولا هذاك البرودوي اللي تتبيع، فيه الناس اللي تيديروا الماركتين، فيه الناس اللي تيديروا السيلز، فيه الناس اللي تيدير داكشي ديال الاكاونتين بين قوسين اللي تيبيع ويشري، اللي تيخلي الناس يعرفوا على هذاك البرودوي ولا هذيك الخدمه، اللي سميتو اللي تيتبع الفلوس شنو دخل شنو خرج، وعاد بيان سور سي او اللي كيكون كيتكلم بالشركه كاملها وهذاك خدمته هو انه يماناج الناس يخليهم موتيفي ودائما يشوف القدام وشنو يقدر يوقع باش تزيد هذيك البيزنس يزيد يتفرع ويكبر وعلاش لا يولي بليون ولا تريليون بزنس فالويتد بزنس. دونك اليوم ان شاء الله غادي ناخذوا واحد اليوز كيس غير باش نشرح لكم شنو هما الحوايج نورمالمون اللي كنتعكلوا فيهم، خصوصا الا كنتي سولوبرونور، خصوصا في البدايات ديال سولوبرونورشيب. غناخذوا هاد اليوز كيس ونشوفوا كيفاش غادي نمشيو من اننا كنعانيو بين قوسين لا كليون لا داكشي ماشي كيف ما باغيناه، لا فلوس داخلي يعني داكشي 0 على 0 لشي حاجه اللي خدامه واللي كنبداو بدينا تنشوفوا واحد شويه ديال البروفيت، يعني بداو تيدخلوا لنا الفلوس. دونك غادي نمشيو مع القصه ديال رانيا. الوغ سيادنا، هاد رانيا هي برومبت انجينير. ما عرفتش واش سمعتوا هاد السميه هذه مؤخرا في لو موند تكنيك، ولكن فاش بان شات جي بي تي كانت مداش بونس شي شهر ولا شهرين بداو تيبانوا اللي كنعيطوا حنا البرومبت انجينيرز. شنو كيديروا هاد البرومبت انجينيرز؟ البرومبت انجينيرز هما الناس اللي كيصوبوا دي روكيت بين قوسين، كيكتبوا واحد التكست باش يقولوا الاي اي شنو يدير ويدير لهم هذيك الخدمه. مثلا بغيت نكتب مثلا واحد لارتيكل ولا بغيت نكتب مثلا واحد الباراغراف ديال التكست ديال شي على شي حاجه، مثلا كيدوي على شي برودوي ولا على شي سيرفيس، غنكتب مثلا هاد الهضره اللي عاد قلت غنكتبها للاي اي والاي اي غادي تخرج لي هذاك التكست. الوغ هنا فين تجي شويه الحرفه، حيت الا ما عرفناش كيفاش ندويو مع الاي اي واللي هو
سيميلار لداك كيفاش حنا تندوي مع بنادم. راه كاينين الا سمعتوا كاينين الناس اللي كيقول لهم كيعرفوا يكومونيكيو، يعني كيتعرفوا يتواصلوا مع الناس، وكاين الناس اللي ما كيعرفوش. عندنا نفس المشكل مع الاي اي، كاين الناس اللي كيعرف تتعامل مع الاي اي، كاين الناس اللي ما كتعرفش. دونك هاد البرومبت انجينير هذه هي خدمتهم، تيعرفوا يتواصلوا مع الاي اي. دونك هاد رانيا كانت بدات بغات دير البيزنس ديالها. دونك بدات على اساس انها سولوبرونور as a prompt engineer. كت اوفري دي سيرفيس بحال مثلا تعاون تريني هذوك الناس اللي في الشركات انهم يتعلموا كيفاش يديروا حتى هما هذاك البرومبت انجينيرين، ولا تعطيهم تصوب ليهم برومبت ديالهم اللي مثلا غير يكوبيو ويكوليوهم ويخدموهم في داكشي ديال الماركتين سيلز اكسيتيرا. وشنو المشكله ديالها دابا؟ بيسكو هي تكنيك، حيت هي في الباك جراوند ديالها كانت اي اي انجينير، ما عندهاش هذوك لي باز ديال البيزنس. اشنو تنعيو حنا في لي باز ديال البيزنس؟ خصكم تفهموا بان اكبر باز ديال البيزنس هما جوج ديال الحوايج، الماركتين والسيلز. اشنو هو الماركتين؟ الماركتين هو كنعرف كيفاش انا نحط البرودوي ديالي ولا راسي براسي حدا هذوك الناس اللي انا باغي نبيع ليهم. والسيلز هو منين كيجيك مثلا فاش كيوصل لك الماركتين هذاك المستخدم حتى لعند باب داركم ولا باب الفيرتوال دار. باسكو الا كان عندنا اونلاين بيزنس خصك دوزو باش يشري هذاك البرودوي ولا داك السيرفيس ديالك. هذا هو السيلز. وهادو هما جوج اهم حوايج اللي كيعاونونا اننا نجيبوا المستخدمين، وبيان سور اننا نجيبوا الفلوس باش يخلصونا الناس. باسكو يكون عندك سيرفيس ولا يكون عندك برودوي ما كافيش. دونك رانيا كان عندها هذا المشكل اللي نورمالمون كيكون عندنا تيبيك حنا كاملين الناس ديال التك. ما عرفتش ما كتعرفش كيفاش تكتب هذوك البروبوزلز. اشنو هما البروبوزل؟ دابا بحال مثلا نفترض انا مثلا انا هي داك السولوبرونور، نفترض انا هي رانيا، غنمشي مثلا عند واحد البيزنس مثلا انتريسي بانهم يتعلموا البرومبت انجينير باش يستخدموا الاي اي استخدام مفيد. وكنقول لهم مثلا غادي نعلمكم، نقول لكم دي تكنيك ديال برومبت انجينيرين غير باش تشوفوا اكزامبل ديال البروبوزل كي كتكون. دونك مثلا غنعلمكم كيفاش ديروا شين اوف توت، غنعلمكم كيفاش ديروا زيرو برومبت زيرو شوت ان شوت. نتوما براسكم كتقولوا اش هاد العجب هذا، اشنو هادشي هذا؟ ونفس الانطباع اللي عند هذوك البيزنسز اللي كتمشي عندهم هاد رانيا هادي، على حيت هما براسهم ما تيفهموش هادشي. كون كانوا تيفهموا علاش غادي يحتاجوه اصلا؟ دونك هادو وحدين من المشاكل اللي كنطيحوا فيهم. اشنو هما؟ كنبقاو كنركزوا على التكنيك بزاف، كنساو انه اصلا هذاك اللي كنتعاملوا معاه، هذيك السيد ولا هذيك السيده، راه ماشي بالضبط غيكونوا تكنيك. يعني قليل كتلقى الناس اللي عندهم بيزنس وكان عندهم واحد الباك جراوند تكنيك مثلا في لا تكنولوجي ولا في الدومين اللي حنا اللي نعطيو فيه هذاك البيزنس ولا داك الخدمات ولا داك اللي كنبيعوا فيه داك المنتوج. دونك خصك هذيك البروبوزل اللي غادي تصوبها خصها تكون واضحه، اي واحد ما عمره ما سمع بداكشي يفهم اشنو المطلوب. على العموم هذا المشكل هذا كان كينقص ليها كان كينقص بحال مثلا نفترض هي لقات هذاك لي كليون مثلا هذوك البيزنسز، نفترض مثلا لقات 20 كيمشيو لها 10% غير كيضيعوا لها 10% ديال الناس غير بسبب هذا المشكل، بلا ما ندويو على البروسيسوس فين كتجي عاد تنيغوسي معاهم اكسيتيرا. عندها واحد المشكل واحد اخر، هو انه كدوز 8 ديال السوايع في الاسبوع وهي كتكتب لي بلوغ بوست، والترافيك ديال الويب سايت ديالها ما كيفوتش 50 فيزيتور في سميتو في الشهر. خاصكم تفهموا بانه واحده من اسهل الطرق اللي لا تكنولوجي حلت لينا الباب ليهم هي الماركتين بالكونتنت كرييشن. شنو هو الكونتنت كرييشن؟ بحال ملي كتشوفوا الناس كيكتبوا لكم مثلا شي تويت في تويتر، ولا مثلا كيحطوا لكم شي ريل في انستغرام، هادوك كيكونوا يفون بارتي اللي كنعيطوا لهم الكونتنت كرييشن. اشنو هو الغرض من داك الكونتنت كرييشن بالنسبه لواحد البيزنس؟ انه يخلي الناس يعرفوا انك انت كاين وكتعطي واحد السيرفيس ولا واحد الخدمه باش منين يحتاجوا هذاك الخدمه ولا هذاك
سيرفيس يلقاوك انت كاين، دونك تكون في بالهم. دونك وهذه هي اسهل طريقه باش اننا نديروا الماركتين الحديث. دونك نورمالمون كيعاوننا اننا نكتسبوا بزاف ديال الوقت بارابور لي تكنيك تراديسيونيل اللي كان. ولكن 50 فيزيتور السيت ويب ديالها للشهر راهي لا عيط ليها هي واحد من داك لي كليون راه عندها الزهر بزاف هضراني. حيت خصكم تفهموا في الحياه عندنا جوج ديال الجيمز. عندنا الكواليتي جيم وعندنا الكوانتيتي جيم. اشنا هي الكواليتي جيم؟ يا اما غادي نمشي مع شي حاجه دو فالور، يعني كنصاوب شي حاجه دو تري تري بون كاليتي، ولا غادي نبقى تنصاوب شي حاجه رديئه ولكن غنصاوب منها بزاف. صافا ميمكنش بنادم ما يشريش. علاش؟ حيت واحد تارغيتي مثلا 1000 ماشي هو واحد تارغيتي ليا 4، خصوصا الا ما كنتيش كتعرف كيفاش تارغيتي، يعني كيفاش شكون اللي لمن غادي تبيع بالضبط باش انه يقدر يشري من عندك. دونك اي حاجه تنديروها معظم الاوقات الناس شنو تيديروا؟ تيضربوه تيحاولوا يستخدموا بجوج هاد لي كونسيبت، الكاليتي ولا كونتيتي. ولكن معظم الاوقات اتس نمبرز جيم، يعني خاصك تعطي بزاف باش يلاه يطيحوا لك في داك الشبكه ديالك شي حويتيتات. وكل ما بيان سور طلعتي لو نمبر كل ما غادي تزيد في الحوت اللي غيطيح في الشبكه ديالك. ندوي على السيلز اند ماركتين. رانيا كيف بحال تقريبا الناس جميعا خصوصا المراوات كتجيها شويه عجيبه انها تمشي وتدوي مع الناس ما كتعرفهم ما كيعرفوها وتصيفط لهم مثلا ايميل ولا ميساجيهم في لينكدين ولا في تويتر باش تقول لهم انا راه كندير الخدمات كذا كذا واش نتوما انتريس. و بسبب هادشي كتكلوزي غير جوج ديال لي كليون، كلوزات غير جوج ديال لي كليون في لي 3 بروميير موا ديالها. شنو كتعني كلوزي؟ يعني غير جوج ديال لي كليون اللي شراو منها. بيان سور شنو كيوقع في هذه الحاله؟ بنادم تيبدا يشك في راسو واش هادشي صالح ليا اكسيتيرا، خصوصا فاش ما كتشوفش الفلوس تدخل تبدا تيجيك الشك في كل شيء. حيت اصلا انت النهار الاول علاش درتي هاد لوطو انتربرونور؟ علاش بديتي المشروع ديالك؟ وعلاش هي اصلا راني بدات المشروع ديالها؟ باش انها تقدر يوليو عندها بيان سور تبدا زعما تتربح بزاف، ولا على الاقل تتربح شي حاجه من العرق الجبين ديالها بلا ما تخدم عند واحد اخرين ولا تخدم على المشروع ديال واحد اخرين. نشوفوا هادشي قبل من الاي اي. نشوفوا الاي اي كيفاش يقدر يعاوننا في هاد لي بوين هادو اللي هما لا كرياسيون ديال الكونتوني كونتنت كرييشن، لي سوشيال ميديا حيت ياخذ لها داكشي 8 سوايع عندها في الكونتنت كرييشن، واودينس تارجيتين اللي نورمالمون عندها علاقه بالسميتو بالماركتين وبالسيلز. نبداو بالكونتنت كرييشن. الوغ كونتنت كرييشن اش غادي نقول لكم؟ خصوصا دابا كاين عرام ديال لي تولز ديال الذكاء الاصطناعي، فين ما مشيتي غير دور وجهك كتلقى شي تول، وخصوصا تولز ديال الماركتين حيت هما اللي كيبان فيهم الروي ريتيرن اوفر اون انفستمنت. يعني الا مثلا حطيتي ميزيتي فلوسك في واحد التول ديال الذكاء الاصطناعي على في هادشي ديال الماركتين غادي يبان لك الريزولتا، يعني غيبداو مثلا يجيوك لي كليون يخلصوك اكسيتيرا، دونك كيبان لك الريزولتا كونكري وكتحس بيه، دونك لا فالور باينه واضحه. دونك كتلقاوش لا ديال التولز فيه. انا غنوري نعطيكم غنشري معكم غير التولز اللي كيبانوا بزاف واللي تقدروا تشيكيهم حتى نتوما وشوفوا اللي يقدروا يعاونكم. بحال مثلا كاين اول حاجه هي ديك ديال ادفيرتايزمنت. دونك الادفيرتايزمنت هو كيفاش نشرح لكم شنو الادفيرتايزمنت؟ عرفتوا الاشهار اللي كيكون عندنا حنا نورمالمون في التلفزيون؟ اشنو هي الخدمه ديال الاشهار؟ الاشهار تيدير التوعيه على واحد البرودوي. يعني كاين هذا مثلا بحال دابا غندويو على القضيه ديال رانيا مثلا هي كدير برومبت انجينيرين، الا دارت الاشهار راسها غادي يعرفوها الناس انه كاينه واحد السيده سميتها رانيا كدير برومبت انجينيرين. يعني النهار اللي انا غنحتاج برومبت انجينيرين راه غنمشي لعند رانيا، حيت رانيا خصوصا الا كانت كتبان دائما في الفيسبوك ديالي في لينكدين ديالي كاع الا كانت كتبان في التلفازه راه غيكون احسن.
كل ما انتشرنا كل ما مزيان. دونك الاي اي كيعاون في الادفيرتايزمنت فيه بزاف ديال التويشيات اللي خصك ولا بدا تحكر عليهم ويكونوا عندك ناضيين الا بغيتي زعما كاينه تجيب بزاف د الناس. عندك صور الفيزوال، عندك الكتابه اللي كيعيطوا ليه الكوبي رايتين، عندك سميتو عندك الكليد بحال مثلا داك السي تي اي الكول تو اكشن، بحال مثلا برك على هذا البوطون باش تمشي للسيت ويب ديالي ولا باش تشري البرودوي ديالي اكسيتيرا. دونك هادشي فيه بزاف ديال البسيكولوجي، بزاف ديال الماركتين سيلز والبسيكولوجي، فيه بزاف ديال الروين ومعظم الاوقات تنفشلوا فيه. داكشي علاش معظم الناس حتى لي زيكسبير اللي معروفين تيديروا واحد البلان سميتو الاي بي تيستين. شنو الاي بي تيستين؟ بزاف ديال advertisement copies، يعني بزاف ديال لي درافت متنوعين وكينشروهم على ناس مختلفه باش يشوفوا الناس شنو تعجبهم، حيت راكم عارفين الانسان صعب جدا في الفهم. كاينه حتى هاد ناندو دوت اي اي تقريبا تدير نفس البلان اللي كيديروا اللي تيديروا جاسبر. يعني هادشي كله عنده علاقه مع كيفاش تامليوري هادوك الادفيرتايزمنت ديالك، باش حتى مشيتي خسرتي مثلا 20,000 دولار مثلا في فيسبوك، الناس غادي يجيك نفس تقريبا داك الانفستيسمون ولا على الاقل الدوبل ديال داك الانفستيسمون. حيت نورمالمون فاش كنديروا شي حاجه في البيزنس حنا باغيين نربحوا ماشي نخسروا، يعني ماشي تجي ايغال، خصك تجي كثر. الا ما جيتيش كثر راه داكشي ما خدامش. وكاين هذا البلان ديال جاسبر كيعاونك في داكشي ديال الكتاب. يعني كيقول لك مثلا شحال عندك لا بروبابيليتي انه هاد لارتيكل اللي كتبتي غادي يجذب هذوك لي كليون اللي انت كتكتب ليهم ولا لا. دونك كيعاونك بهاد لي سكور هادو. بيان سور تيعاونك حتى في الكتابه بزاف ديال الحوايج. نشوفوا السوشيال ميديا كيفاش يقدر يعاوننا الاي اي في السوشيال ميديا. الوغ نورمالمون واحده من الحوايج اللي نورمالمون خاصك ديرهم الا كنتي كدير الكونتنت كرييشن باش انك تجيب العملاء، هو انك خاصك تارجيتي most of them. الى عقلتو كنت قلت لكم هذا واحد اللعبه اللي كتبنى على الاعداد، شحال ديال الناس وصل ليهم هذاك الاشهار ولا هذيك الشيء اللي كتبنا ولا داكشي اللي تندير. واش عندنا نديرو ما عرف شنو تندير، المهم خص الناس يوصل لهم داكشي اللي تندير. واحده من الحوايج اللي كيكونوا صعاب هو انك بحال مثلا انت صوبتي واحد لارتيكل خاصو يتقاد على حساب كل فورما ديال كل ميديا، انستغرام ماشي هو تويتر، ماشي هو لينكدين، ماشي هو فيسبوك، وخصك كاملين يتبيبلياو. دونك انت خصك تبقى كدور عليهم كاملين. الوغ كاين مثلا هاد التولز اللي سميتهم هوت سويت ولا بوفر، وكاينين كاع واحد اخرين حتى هما كيعاونوا راني انها تنقص، انها ترجع داك 8 ديال السوايع اللي كانت كدوز كاملها، رجعت غير 2 ديال السوايع باش تنشر هادشي كامل، يعني باش تكتب وتنشر اكسيتيرا. دونك شنو كيعاونونا هادو نديرو؟ غير كيعاونونا يعني بحال مثلا الا كنا غندوزو مثلا من لينكدين الانستغرام، راه هو اي اي كيتحول لك هذاك الكونتوني من اللونغ فورم اللي نورمالمون كيكون في لينكدين لونغ فورم لشورت فورم مثلا فور تويتر. يعني كي اجوستيه باش يتماشى مع هذيك لا بلاتفورم اللي غنبوبليو فيها، وبيان سور كيسكيدو ليها يعني فوق ما بغينا نبوبليو نقدروا نبوبليو. واحده من الحوايج اللي نورمالمون كنت قلت لكم هو اودينس تارجيتين. دابا بحال مثلا رانيا في البرومبت انجينير ديالها هي ما بغات تتعامل غير مع الناس اللي عندهم مشروع، يعني البيزنس بي تو بي اللي كنعطيو ليه بي تو بي، وباغيه تتعامل بالضبط مع الناس اللي كيديروا مثلا 50,000 دولار في الريفينيو ديالهم، يعني تيدخلوا 50,000 دولار ديال المبيعات اكسيتيرا. دونك عند هذاك الشيء وكتركز هي على الناس مثلا اللي يلاه بداو في الاي اي، يعني ماشي ديجا مثلا ديجا عندهم دي زيكسبير اللي يقدروا يعاونوهم في هادشي. دونك لا سيبل ديالها راها سبيسيفيك. دونك كل ما كانت طريقه تعاوننا اننا نمشيو ديريكت لهذوك الناس وما نبقاوش مثلا نتارغيتيو كلشي، حيت فاش نديو مثلا في لي ميديا سوسيو
راه كندوي مع كلشي. العلم لله شكون غادي يشوف داكشي ديالك؟ الناس مثلا الفولورز ديالك، كاينين مثلا الناس اللي غيقدروا يجوجليوك. ولكن الا بغيتي تمشي عند الناس سبيسيفيك باش ما تضيعش الوقت، خاصك شي طريقه اللي تقول لك ها هما. دونك هاد الاودينس تارجيتين كيعاوننا نديرو هادشي. واللي معروف بزاف هو لينكدين سيلز نافيغيتور، راه كيخدموا بزاف. وكاين فيسبوك ادز مانجر، هما اللي كيعاونونا باش نتارجيتيو الناس سبيسيفيك. واخ نشوفوا دابا كيفاش تحول هادشي كامل، فاش دخلت راني هاد التولز هادو في البيزنس ديالها. الوغ فاش خدمت الاي اي رانيا ولات هذيك لوفر اللي كانت كتكتب ولات كتماشى مع سميتو، مع الاودينس ديالها. يعني مابقاش كتكتب شي حاجه اللي فاغ واللي ما غيفهمها حتى شي واحد، ولات تكتب شي حاجه اللي كتماشى مع البوزوان ديال العملاء ديالها، واللي غادي يفهموه بواحد سميتو بواحد لي مو والتكست اكسيتيرا اللي مفهوم بالنسبه لهم هما. هادشي عاونها باش انها تمشي من داك 10% اللي كانت كتضيع ليها، ولات كاع كتكونفيرتيسي 60%. شنو كنعني بكونفرشن ريت؟ ولا كنكونفيرتيسي واحد الكليون. يعني كنكونفيرتيسي واحد الكليون هو بحال مثلا هو شاف السيت ويب ديالك، غادي يدوز انه يدير، غايقول لك مثلا جو سوي انتريسي باش انني نشري البرودوي ديالك، ولا انني نهيريك لداك السيرفيس ديالك. هذا واش كنعيطوا له كونفرشن. يعني كندوز من واحد المرحله ديال الماركتينغ ديال انني هادشي انتريسون، جو سوي انتريسي، مستعد انني نانفيستيسي الفلوس باش ناخذ هادشي. دونك الكونفرشن ريت ديالها ولا 60%. الكونتنت ماركتينغ راني تبدلت الطريقه كيفاش كتكتب، ولات كتجذب الناس اللي دائما كيعاودوا يجيو يقراو داك الكونتوني ديالها، ولاو الناس كيفيزيتيو السيت ويب ديالها بزاف، تانكريزا الترافيك ديالها 10x 10 المرات داكشي اللي كان عندها قبل. انت واش كان عندها 50 في الشهر، دابا ولا عندها 500 واحد تيشوف السيت ديالها في الشهر. ندوي على سيلز اند انجيجمنت. هاد المره البيع، يعني هاد المره ها هو وصلنا للكليون، غادي صافي غيعطينا الفلوس. قبل كانت راني تيجي هذاك الشيء عجيب، كتمشي كدوي مع الناس، كيجي هذاك الشيء تعنكيش، حيت تدوي مع غير كطاطوني، كدوي مع كل شيء. يعني كدويش مع واحد عارفه شنو المشاكل ديالو كيفاش هي تقدر تعاون. دونك فاش تعرف شكون ومع من تدوي كتجيك ساهل انك تقنعو باش انه يشري منك داكشي اللي تدير، خصوصا الا كنتي اصلا كتلبي الحاجيات اللي هو محتاج ليهم. دونك قبل كانت كلوزتي اللي عقلتو كانوا عندها غير 2 كليون في 3 شهور. دابا ولات تدير 8 ديال لي كليون في شهر واحد. it's a 4x increase، يعني زادت واحد 4 المرات داكشي اللي كان عندها. دونك وكاين بيان سور اي تشات بوت اللي كيعاونوك، بحال مثلا الا سولك الكاستمر شي حاجه وانت ما كاينش، مثلا بحال الناس اللي خاصهم يبقاو 24 ساعه باش يجاوبوا على لي كليون ديالهم الاسئله اللي كيطرحوا عليهم. ف يعني كنا هادشي شحال كنديرو، ولكن دابا مع الاي اي راه تقدر هي تجاوب على داك الاسئله خصوصا الشائعه. وبيان سور الا كان شي حاجه مثلا صعيبه ولا شي حاجه اللي ما عندكش اللي خص بنادم يجاوب عليها، تتبقى رانيا اللي غادي تجاوب عليها. دونك هي ولات تقدر انها تركز على الحوايج اللي كيجيبوا الفلوس. شنو هما الحوايج اللي كيجيبوا الفلوس؟ الماركتين والسيلز. فعوض ما انها تبقى تديها غير انها تجاوب داك الكويريز ديال العملاء ديالها. دونك هادشي شنو عطانا؟ الا جينا نديرو ريكاب، عندنا increase efficiency، يعني ما بقيناش تنضيعوا الوقت بزاف. كانوا عندنا دي طاش اللي كانوا كيتعاودوا، رانيا ولا عندها دابا واحد 15 ساعه زايده في السيمانه ديالها اللي تقدر تفوكسيها في السيلز والماركتينغ، اللي قبل كانت كتضيعهم في الكونتنت كرييشن وفي سميتو وفي الكولد ايميلين. 5 دقائق صافي. شكرا. ولات عندنا improved client acquisition، يعني الكونتوني ديالها ولا كيريشي ناس كتر، 600% increase in client acquisition. وبيان سور دابا تحل ليها المجال باش انها تولي تجيب تيم وتكبر البيزنس ديالها. ما بقاوش عندنا المشاكل اللي كانوا عندنا قبل. واخا نشوفوا هادشي كيفاش نقدروا نديروه حنا الا بغينا نديروه. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو المشكل اللي عندنا في البيزنس ديالنا، شنو الحاجه اللي كتضيع لينا الوقت.
الا كانت الكونتنت كرييشن اللي كتضيع لنا الوقت مزيان غنحطها مثلا في الليسته ديالي. انا نورمالمون غندوز ليطاب 2 كيفاش انا كندير هاد الكونتنت كرييشن، شنو هو البروسيسوس ديالي، غنديتاييه في ورقه وستيلو كاش كندير بالضبط. غنمشي غنقلب على الاي اي تولز اللي كيديروا داكشي اللي تندير حتى انايا، وغنشوف الفرق ما بيناتهم باش نختار واحد اللي مناسب ليا من ناحيه البري ومن ناحيه داكشي اللي غادي يعطيني. وبيان سور غادي تيستي هذوك الاي اي تولز كاملين اللي عندك باش تشوف شنو اللي مخرج. دونك راني شحال راني نورمالمون كتشارجي $100 بير اور، وكتبيع واحد 30 hours per client package يعني $3000 بير كلاينت، ولنفترض كان عندها 5 كليون في شهر واحد، دونك 150 hour of work اللي كتعطينا $15,000 per month. فاش زادت الاي اي جاسبرز والسيلز نافيغيتور اللي كيكونسومي اللي خصها تخلص عليهم $118 99 في الشهر. الا جينا نشوف وحده داك ال 15,000 اللي كيعاونوها انها تجيب راه غانيت، يعني ما خسرت حتى شي حاجه بهاد لا ترانزاكسيون فاش دخلت الاي اي. وهذه حاجه مهمه، يعني الا كنا غادي نديروا واحد الاي اي توز ماشي غير مثلا نجيو وندخلوهم حيت يعاونونا في الاخر، مثلا ما غاديش يعاونونا اننا نانكريزيو الريفينيو ديالنا ولا البروفيت، يعني ما غيجيبولناش الفلوس. That's it from my side. I just wanted to say زعما كاينه الا كنتو انتريسون بداكشي ديال prompt engineering من ناحيه زعما فهادشي ديال المجال الاعمال كيفاش نقدروا نخدموا اي اي باش يعاوننا في البيزنس ديالنا. check out the series اللي سميتها Gemini غتلقاوها في يوتيوب. شكرا بزاف and yeah reach out to me whenever. Shoot me any questions you have. شكرا ساره. اول طرق ديال الاي اي. الا كان عندكم شي كيستيون خليوه في لي كومونتير. انا الاي اي ولا كيخلعني بزاف ولا كيخلعني لو كونتوني ديالو التطور والسرعه اللي غادي فيها. عندك خويا واحد الشهر ولا شهرين ديما بقيتش متبع الاحداث اللي واقعين في الاي اي وركين بزاف. الو السؤال اللي عندي وقبل نختموا به التولك هو في هذه المرحله، في هذا البروسيس اللي مشينا من الاول ديال الاخر ديالو، واش كاينه شي مرحله اللي مهم فيها الاي اي اكثر من المراحل الاخرين؟ يعني واش كاين شي بلاصه اللي فريمون الاي اي يعني نقدر نقولوا في الاول المرحله الاولى تاع الكرياسيون ما نديروهاش، ولا المرحله الاخرى ديال السيز ما نديروها، ولكن واحد المرحله ضروري فيها الاي اي؟ اشنو هي المرحله اللي ضروري فيها الاي بالنسبه لك؟ كتجيني انا هي داك الاودينس تارجيتين. اوكي، يعني يعاونك انك تمشي للناس اللي بالضبط انت محتاجهم ولا اللي غادي يحتاجوا هذاك لي سيرفيس ديالك ولا البرودوي ديالك. هذه هي اللي صعيبه، حيت لي نفترض مثلا جبتي لي 5 ديال الناس اللي يقدروا يكونوا انتريسي ب 90% بواحد النسبه 90% داكشي اللي كندير، احسن ليا انا نبقى مضيعه الوقت ياك ونجيب 100 ولكن حتى شي واحد فيهم ما انتريسي. غادي نعرف كيفاش نتعامل مع هذوك اللي انتريسي اكثر من هذوك اللي ماشي انتريسي. دونك انا كتجيني الا زعما كاينه ما درنا الاي اي في حتى شي حاجه نديروها في داكشي ديال الاودينس تارجيتين. بارفي. شكرا بزاف ساره. غندوزو للطرق الاخر اللي هو الطرق ديال من الاي اي، غندوزو للبرودكت مانجمنت. شكرا بزاف ساره. شكرا. الوغ كي قلت لكم غندوزو للطرق الاخر اللي هو الطرق ديال برودكت مانجمنت، وهذا واحد السوجي ما معروفش بزاف في المغرب، ما كنسمعوش بزاف في البرودكت مانجمنت. تكون غيكون معنا برودكت مانجر اللي غيهضر لنا على هذا الويف ولا هذه الموجه ديال البرودكت مانجمنت. عندنا 5 دقائق 5 ثواني وغندوز حسن اللي هو السبيكر القادم.